المشي طبل والدق على طبل، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كان العاشق ليالي طوال. 72 يوم بس على أيام الفرحة والسعادة والبركة والخير. 72 يوم بس وندخل على أحلى شهر في السنة وعلى أجمل شهر في السنة اللي بنستناه من السنة اللي فاتت. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على أبواب، رمضان قرب، لازم نفرح نفسنا بمشتريات حتى لو بسيطة. بحب رمضان يجي عليا وأنا جايبة أي حاجة لرمضان، حتى لو طقم كوبايات، كوباية، مج، أي حاجة بسيطة كده تفرحنا برمضان وتحسسنا إن رمضان قرب علينا. هوريكم النهاردة مشتريات هي مش كتير بس أنا فرحانة بيها جدا وهبدأ بيها رمضان. أول حاجة معانا طقم الكوبايات ده، كنت جبته انا طلعته وغسلت منه كوبايات، جايباه كان سعره حلو جدا. الطقم ده 6 كوبايات كانوا ب60 جنيه. الخامه بتاعته تحفه والازاز بتاعه نظيف جدا، حاجه كده حلوه يعني، من الانواع الحلوه مش من الانواع اللي هي اللي بيبقى فرز تاني او الحاجات دي. شكله حلو جدا وسعره كمان حلو جدا. دي اول حاجه جبتها لرمضان بقى، المشروبات السخنه في رمضان. رمضان في الشتاء وهيحب مشروبات سخنه ونعمل حاجات سخنه كده في رمضان كتير، فنجيب حاجات زي دي تنفعنا في رمضان وغير رمضان. برضو اليومين دول زي ما انا قلت لكم في تخفيضات على حاجات كتير في السوق، يعني لو نزلتي هتلاقي المحلات في حاجات كتير جدا عليها تخفيضات. جبت الشفشق ده برضو ينفع في رمضان، اللي هو فيه عصارة وشفشق، يعني ممكن تحطي العصارة تعصري وبعد كده تحطي الغطا عادي. هو انا كنت محتاجة شفشق كمان عشان بقى العصاير والحاجات دي بتحتاج عدد كوبايات كتير وشفاشق كتير، فده البلاستيك بتاعه برضو نضيف وحلو. ده ب20 جنيه بس. في منه من غير العصارة ب10، بس عشان العصارة عاملينه ب20 جنيه. جبت بقى السكينتين دول صغيرين، هما بيقولوا للفاكهة بس بصراحة طلعوا تحفة. انا جربتهم حاميين بشكل غريب وخامتهم كمان، بصوا مش اللي بنتينوا او كده، لا خامتهم حلوة. ومش هتتخيلوا الاتنين دول بكام؟ ب10 جنيه. انا ندمت ان انا ما جبتش منهم تاني. الاتنين ب10. دي اللي بتبقى مشرشطه من الجنب كده وحاميه جدا، يعني تقطع بيها اي حاجه، حلوه جدا في الاستخدام وسهله، خفيفه كده وسهله. والاتنين ب10 جنيه. عصاره الليمون دي برضو تقيله، دي ب20 جنيه. جبت مشابك غسيل اللي بتطير دي، منعرفش هي بتروح فين، فدايما محتاجين مشابك، الواحده ب15. جينا بقى على الحاجات الحلوه اللي كان نفسي فيها بصراحه. شفتوا البولات دي فتحي محمود، دي انا لقيتهم في المحل بتباعوا بالكيلو، الكيلو ب150. شوفي دي، وحجمها كبير يعني تاخد كمية مش صغيرة، تنفع بقى حلويات وتنفع قمر الدين، تنفع خشاف، تنفع اي حاجة في رمضان، تبقى تحفة. شكلها حلو مضلعة كده، ومن جوه الرسمة دي ما بتطلعش، هم على كلامهم ان دي تدخل الميكروويف وتدخل غسالة الاطباق والحاجات دي وما بتطلعش، وهي بصراحة خامتها حلوة. جبت 5 منها كلهم نفس الشكل. دي بالكيلو، الكيلو 150.
دول بقى رمضانيين، نقشات رمضان، الحاجات الحلوة دي. ده شايفة من اللي هو غويط شوية مش مسطح، ياخد بقى اي اكل، اي خضار، اي حد ياكل فيه كده، حجمه كويس وشكله جميل. ده برضو الكيلو ب150، جبت 2 بس. ده بقى اكبر شوية من اللي انا لسه مورياه ليكم، بس نفس الحكاية برضو، اللي هو مش مسطح. شوفي يعني فيه غويط لتحت كده وشكله جميل، الرسمة بتاعته شكلها حلو وحجمه اكبر من التاني. يعني استنوا، شوفي ده من ده اكبر من ده. ده برضو الكيلو ب150، الكيلو ب150. عجبوني بصراحة. هو اللي زي ده كده الكبير ده لما حسبته طلع الواحد على 50. يعني لما حسبناه الكيلو ب150، هو الكيلو بيعمل 3 طبق من ده. بس بصراحة حجمه كبير، يعني كبير ومحمل وخامته كويسة. ده كده ب150 برضو الكيلو. وطبعا الفوط دي كلنا عارفينها، لقيتها ب10 جنيه، جبت منها برضو. حلوة برضو تنفعنا. الحاجات دي كلها هتتعند رمضان، هتتشال كلها رمضان كده، عشان ندخل رمضان كده واحنا عندنا حاجة جديدة. بنحب رمضان يهل علينا واحنا عاملين استعدادنا، ولو بحاجة بسيطة جدا. يعني لو اشتريتي طقم كوبايات بس رمضان جديد، هتحسي انك فرحانة. شفشق كده من اللي عليه رسومات رمضان، هتلاقي نفسك فرحانة. لو اشتريتي وردة كده تتحط في المطبخ، اي حاجة تتحط جديدة في المطبخ، هتحسي انك فرحانة، وكل شوية تروحي المطبخ تتفرجي عليها وتبص عليها. اي حاجة في رمضان بتفرحنا، اي حاجة جديدة نعينها رمضان بتفرح. دي اول حاجة انا اشتريتها للمطبخ في رمضان، او مشتريات رمضان. فاكرين لما قلنا هنحوش وهنعمل حصالات وهنفتح الحصالات قبل رمضان نجيب حاجات حلوة؟ اهي دي من الحاجات الحلوة اللي ممكن نعملها من الحصالة. نفتح الحصالة كده ونبدأ نجيب حاجات لرمضان قبل ما الحاجة تغلى. الحاجات دلوقتي اسعارها حلوة، وفي الاسواق اسعارها حلوة. ممكن ننزل نلقط حاجات بسيطة كده. يا رب بيتنا دايما عمران بالخير، ويا رب يبقى عندنا الخير والبركة في كل حاجة. بس يا ريت من دلوقتي، احنا مش لسه بدري ولا حاجة، لا ده احنا رمضان خلاص. زي ما قلنا فاضل عليه ايام، فاضل عليه، الايام بتجري بسرعة جدا. داخلين على امتحانات ومش هنلحق نفوق لحاجة رمضان ونشتري حاجات رمضان. يا ريت نشتري من دلوقتي ونلحق نفسنا ونجيب حاجات جميلة تنفعنا في رمضان وتفرحنا في رمضان. ايوه مشترياتي بسيطه وحاجات بسيطه يعني ومش كتيره، بس بصراحه انا فرحانه بيها جدا جدا جدا. وهتلاقي لما نطلعها في رمضان كده كل شويه راح تبصي عليهم كده وفرحانه. وكل سنه وانتم طيبين.